محمد نصر بيعليها ابراهيم صلاح للامام عند باسم. باسم هو ومره تانية حاول، وادي باسم لسه كورته معاه، اول تحرك جوه منطقه الجزاء والعاليه، انما معاها خالد قمر وعبد الاله جلال يحولها الى خارج الملعب. ركنيه، اول ركنيه في اللقاء واول كره ايجابيه في اللقاء حتى الان. وادي اهي النقله مره تانية بتتعاد. ماسك يا عبد الله، خد كورته ويعملها بليسنج حلوه قوي، انما ده امسك يا عبد الله الى خارج الملعب. ركنيه، اول ركنيه كده. بقى نشوف بقى تحركات الزمالك للامام بتعمل ايه. وادي احمد عيد عبد الملك واقف على كورته، تحذير من صباحي لاعبي الفرقتين، وادى الصفاره ويلعب على طول ورأسيه، انما تخبط وترد، لسه فيها خطر، لسه خطوره والعارضه وتترد مره ثانيه والتسديده، انما يا سلام يا مؤمن. انا مؤمن عدت من الكل، انما تمر بجوار القائم. ادي احمد عيد عبد الملك يرفع الكوره، الحكايه من البدايه تخبط بس المرسي ترجع منه، هتتلعب الرأسيه العرضيه، تخبط في العارضه تترد، مشتته على طول الدفاع، وهوبا من مرت من الكل وتعدي وتروح هناك. فرصه 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 بتضيع من مؤمن زكريا هناك بعيده، عنده لمسات حلوه انما تتقاطع. وادي باسم من يمين، احمد عيد انطلاقه، احمد عيد حتته اللي حافظها، عدى من احمد عيد وهيعمل العرضيه وتفوت، يقابل مؤمن زكريا، هيحط مؤمن زكريا، حطها مؤمن زكريا، بقول لك حط يا زكريا، بيسجل مؤمن زكريا اول اهداف اللقاء بعد مرور 22 يلا خلاص، يلا رجاله خلاص، 1-0 بعد 22 دقيقة. مؤمن زكريا حطيتها والله حلوة، انما نقلة جميلة جدا جدا من احمد عيد، هو صاحب الاسيست. عدة واحدة والتانية الهجمات العنترية، بقول لكم حتته اللي عارفها، عملها عرضية، دخل على طول زكريا، بص هيحطها فين يا ولد يا لعيب. حلوة راكنها ركنة معلم، والله راكنها ركنة معلم مؤمن زكريا، ويتقدم نادي الزمالك. فايق النهارده احمد عيد، طلع صالح موسى، صالح تفوت حلوه قوي الباسم، عمل كده، عملوا فينت هو وخالد. يلا رجاله شويه، ما ملتش الكوره. يلا يا عبد الله. حماده الغنام هيلعب كورته العرضيه، انما على طول بالراس من خالد قمر، تسقط مره ثانيه قدام محمد نصر، تخبط في خالد قمر وخدها في بطنه، انما كل اللي قاعدين هنا ايه يعني زعلانين. انا مستعجب جدا، لو بصيت في المقصوره الرئيسيه هتجد ناس كتيره جدا النهارده موجوده في الاستاد. يعني عايز اسال سؤال، الناس دي كلها دخلت امتى؟ اذا كان الاعلاميين اللي جايين يشتغلوا دخلوا بالعافيه. ادي اهي بتتعاد مره ثانيه، وادي محمد نصر، شوفها مره ثانيه اتلعب في بطن وجنبه الحكم واضحه، انما كل اللي قدامي هنا سمعته ملك. وادي على طول عادل عبد العزيز الظهير الايسر ينقل الملعب للغنام، الغنام ومعاه صالح موسى، الغنام يرجع بكورته الرضوان، العرضيه من رضوان والرأسيه وتسقط، انما على طول هو على الارض كوفي يحولها ركنيه، يحول الكوره وهي تسقط، ياخدها الزمالك. بدايه هجمه سريعه هناك عند احمد عيد، الخطير احمد عيد لباسم، دخل المنطقه، فكر يشوط، وقف على كورته، فكر اكتر من تفكير، خد الكوره وخرج بيها بره. فكر كذا تفكير باسم، لو رجعت الكوره وشفناها هتلاقي بقى كان عايز يشوط، رجع تاني يفكر ان هو يمشي، اهو من هنا حد يشوط، راجع عبد الاله قافل عليه الملعب، هفكر واحده والثانيه، في الاخر هربت منه الكوره وخرجت بره الملعب. كان لازم ياخد قراره من البدايه على طول، ضربه تتسقط حد يقابلها. هنشوف احمد عيد قراره ايه ومتدرب على ايه. احمد عيد عملها عرضيه لكوفي وتسديده من كوفي وحلوه يا على الكوره، العارضه تتعاطف مع الكره، تتعاطف مع ده. بص شوف بقى، ادي احمد عيد عمل، والله ده معروف اللي حاططها يا ولد. يوه حلوه والله معروف. احمد عيد يعمل سمباص حلو قوي، المؤمن زكريا يخترق ويعمل على طول شوطه
خدها كده فيرست تايم في السكه، شكلها حلو انما بعيده. بنلعب ثواني على نهايه الوقت الاصلي والوقت المحتسب بدل ما نضيعه. فعلا بيطلق الكابتن محمد صباحي حكم اللقاء صفارة نهايه احداث الشوط الاول، معلنا عن نهايه احداث الشوط الاول بتقدم الزمالك 1-0. سجل هدف مؤمن زكريا بعد 22 دقيقه. استراحه قصيره الى استاد النيل، الزميل طارق سعده وبصحبه كابتن حسن الشاذلي وكابتن عصام مرعي وكابتن عبد الحليم علي الى الملتقى بين بعد الشوطين. استراحه قصيره ثم اعود والتقي معكم الى اللقاء. هل هتتلعب عرضيه ولا في المرمى مباشره؟ شوف الكوره ادي عرضيه انما يشتتها على طول خالد قمر، ترجع مره ثانيه يا ابني وتعمل اوفر يا ابني زي خالد، انما ترجع في وسط الملعب ياخدها معروف عند خالد قمر. مؤمن هتاخد هو وخالد، عدى مؤمن العرضيه حلوه انما رايه صفاره. كابتن صباحي اتعمل 1-2 بين خالد قمر ومؤمن زكريا، عدى مؤمن والعرضيه جميله والله حلوه. ادي اهو واقف المظبوط انما صائب وعاملها حلوه. بس المنصف كان بيبحث عن اللقاء بعد 7 دقايق. احمد تحيه لكل اللي في الاسماعيليه. يعني الصراع على القمه ما بين الزمالك وانبي ووراهم كده على استحياء وادي دجله، وادي تتقال لمؤمن زكريا العرضيه لعبها انما شتتها الدفاع ترجع لاحمد اياد مالك يلم يعمل فنت حلو قوي، عايز يشوط يعمل العرضيه يا قائم هو بيقول له كده حرام عليك يا قائم، ضيعت مني جول. انما احمد عيد عبد الملك عدى كان عمل جول قبل كده وادي كان عايز يعمل الجول الثاني. ادي مؤمن زكريا اللم، بص عيد بقى هيستلم. احمد عيد استلم لم فكر يشوط رأس ودخل وفكر تاني وبيعمل العرضيه الحلوه لخالد قمر. حط يا خالد صد يا قائم، بيضيع هدف. ادي محاوله ولما قمر يا قمر يدخل ويعمل ويسجل هدف فوق الثالث في الدوري. خالد قمر سعيد جدا بالهدف في الدقيقه 17 من بدايه احداث الشوط الثاني. فرحه زملكاويه وماله فرحانين طبعا. مجلس اداره الزمالك الموجودين معانا كلهم هنا حتى الرئيس مبتسم، يعني رئيس النادي طبعا مبتسم بالهدف. وادي اهو طلع غلط احمد خطاب يستفيد من الكره دي ويحطها بشكل كويس جدا. خالد قمر يتقدم الزمالك على العاب دمنهور اهو حلوه لما والله جميله يحطها بشكل كويس. خالد قمر هدف ملعوب بشكل كويس، هدفين والله ملعوبين لنادي الزمالك. تصبح النتيجه بعد مرور 18 دقيقه تقدم الزمالك على العاب دمنهور 2-0. اتصعبت المهمه على جميل خالد قمر يتقدم الزمالك. وادي هجمه مره ثانيه واحمد سمير وعلى طول عايز خالد قمر يسجل الهدف الثاني النهارده لكن يمسك الكوره احمد خطاب. يسجل وممكن احمد عيد وممكن مؤمن زكريا. وادي على طول العرضيه محمد نصر. يا حظك يا محمد يا نصر. محمد نصر وزعلان ويندب حظه. محمد عمر كان بيدور على هدف على الاقل كده يعود بالمباراه ونشوف مباراه حلوه لو الكوره دخلت. انما كوره جميله من محمد نصر هيلعبها لصالح موسى. صالح لعيد احمد عيد عبد الملك حلوه قوي لاحمد توفيق. يخترق توفيق حلوه دخل توفيق لسه الكوره معاه لسه فيها خطوره انما يقع ويقعد على الارض ان ما فيهاش حاجه ياخدها العاب دمنهور. ابو قفه لعادل عبد العزيز امامي واقف حمدي يلعب الكوره عاليه ابو كريم الراس محمد راس يسجل جول والعاب دمنهور. وصحان في الدقيقه 31 من الشوط الثاني. وفرحه المدرجات فرحه ابناء البحيره طبعا
سعداء. ادي عبد المنعم عطيه قدام مننا سعيد بالهدف اللي سجلوه فرقه العاب دمنهور. طبعا يسجل للتاريخ في الدقيقه 31 من الشوط الثاني مع محمد نصر. وادي اهو واقف صلاح عقده ومحمد عمر والهدف الاول. ادي اهو حمدي فتحي الرفعه الحلوه، ابو كليب الراس تسقط يدخل يكملها بردك مره ثانيه في الهدف محمد نصر. هدف جاي من 3 خطوات. ادي الخطوه الاولى حمدي فتحي راسيه ابو كليب تسقط في الارض يكملها براسيه ايضا محمد نصر. هدف ملعوب جميل 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 من كوره ثابته لالعاب دمنهور. هيشعلل لنا الغنام بدا ينتفض فريق دمنهور. محمد نصر راسيه ولا محمد سمير؟ يا محمد يا سمير على محمد سمير. بص شوف حماده الغنام رفعه حلوه قوي تعد حاططها بالراس تيجي فين بقص مش معقول. هدف بيضيع من دمنهور. بدات المباراه تحلو، بدا يبقى في اثاره في ارض الملعب، بدانا نشوف اهداف من اصحاب الارض. ودي كوره ضايعه يعني كورتين في القائم والعارضه لفريق العاب دمنهور للزمالك. وادي هدف تقدم الزمالك على العاب دمنهور 2-1. كان سجل مؤمن زكريا في الدور الشوط الاول. ودي حماده الغنام وتسديده نقول ايه طلاسم لعبهم او كانوا قلقانين او كانوا خايفين. ابو قفه اسلام يلعب العرضيه ومحمد سمير يعدلها ويحطها ابو كليل انما فوق العرضه. الاثنين يعني نقدر نقول لخبطوا بعض في الكوره اللي فاتت دي. فرق بقى اللغه، فرق بقى التدريب. هل الاثنين ما لعبوش جنب بعض قبل كده؟ عشان كده الاثنين دخلوا على بعض ولخبطوا بعض في الكوره اللي فاتت يعني بيلوموا بعض بعد اللعب. ركله مرمى للزمالك و37 دقيقه. بص اللعبه فاتت سندها ودخل على طول ابو كونيه وحاططها فوق العارضه. في نفس اللقطه بيتكلم باتشيكو عايز يجيب حد او بيكلمهم الدفاع مش قادر يقوم بالدور او زي ما يكون محدش. حفني لاحمد توفيق وبنلعب في الدقيقه الاخيره من الوقت المحتسب بدل من الضائع. وبيستهلك لعيبه نادي الزمالك الدقائق والثواني المتبقيه. وده تسديده حلوه، استهلاك جميل جدا وتسديده من الحاوي ايمن حفني فوق العارضه. كوره حلوه 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 انما فوق العارضه. بص شوف ايمن عدلها لنفسه محدش مضايقه، مقطع وحاططها فوق وتتحول الى ركنيه. وانذار لاحمد عيد عبد الملك لان اعتبروا محمد صباحي انه بيضيع وقت، فرقته متقدمه وبيلعب في الوقت المحتسب بدل من الضائع. وعلى ساعتي انا انتهى كل الوقت. وادي اتلعبت الكره سريعه انما تروح للحارس احمد خطاب. وفي اللحظه دي بيطلق محمد صباحي صفاره نهايه احداث الشوط الثاني والمباراه معلنا عن فوز الزمالك على العاب دمنهور 2.